أهلا بكم. سؤال النهاردة يمكن يبدو بسيط، لكن إجابته ممكن تغير حياة كاملة. كيف يمكن لتفصيل صغير ومنسي، يمكن صورة قديمة أو ملاحظة عابرة، إنها تقلب كل الموازين وتكشف سر فضل مدفون ل30 سنة كاملة؟ أهلا بك. موضوعنا اليوم فعلا بيدور حول القوة دي، قوة التفاصيل الصغيرة. هنتكلم عن قصة التوائم الثلاثة من الكرك في الأردن، يوسف ورامي وكرم المجالي، اللي اختفوا في ظروف غامضة جدا سنة 1981. قصة مؤلمة بكل المقاييس، واليوم هنغوص تفاصيلها، التفاصيل اللي عرفناها بعد حوالي 30 سنة من الاختفاء. القصة دي بتتمحور حول الأم سلمى المجالي وزوجها فهد. بالظبط. هنشوف إزاي خيط رفيع جدا من الماضي، خيط ظهر فجأة، هو اللي قادهم في النهاية لكشف حقيقة صادمة، حقيقة انتظروها عقود طويلة وسط ألم وأمل متقطع. ومهمتنا هنا هي إننا نتتبع الخيط ده خطوة بخطوة، نشوف إزاي ملاحظة بسيطة جدا لملابس طفل في حفلة عيد ميلاد، وبعدها صورة فوتوغرافية قديمة منسية، وصلت العيلة دي للم شمل، لكنه لم شمل مأساوي، وفهم لدوافع إنسانية معقدة ومظلمة. خلينا نبدأ من الشرارة الأولى، اللحظة اللي ولعت البحث من جديد. تمام؟ البداية كانت بعد مرور 30 سنة. تخيل معايا 30 سنة من الانتظار والتساؤلات. سلمى كانت في حفلة عيد ميلاد عادية، وفجأة عينها وقعت على طفل صغير اسمه نديم. اللي لفت نظرها ملابسه كان لابس سروال أخضر مخطط بخطوط صفرة وقميص بكم طويل. سلمى بتقول إن الملابس دي كانت شبه بشكل لا يصدق ملابس ولادها ال3 يوم ما اختفوا. يا الله، موقف صعب جدا أكيد. جدا. الصدمة كانت عنيفة لدرجة إنها ما قدرتش تمسك نفسها، راحت مباشرة لوالد الطفل، واحد اسمه وائل، وواجهته. هو طبعا ارتبك وبدأ عليه التوتر الشديد. وهنا لازم نقف لحظة. يعني اللافت مش بس تشابه الملابس اللي ممكن حد يقول دي مجرد صدفة. الأهم هو إزاي تفصيلة بصرية زي دي بعد كل السنين دي قدرت ترجع صدمة قديمة بكل قوتها وتفاصيلها. صحيح. الذاكرة الإنسانية وخصوصاً الذاكرة المرتبطة بالصدمات القوية بتحتفظ بتفاصيل حسية دقيقة بشكل لا يصدق أحياناً. صورة، ريحة، صوت، قطعة ملابس زي دي. وده اللي حصل مع سلمى بالظبط. والمواجهة دي مع إنها ما وصلتش الحاجة وقتها مع والد الطفل نديم، إلا إنها كانت كافية إنها تفتح جرح الماضي تاني عند سلمى وفهد. رجعوا البيت وحسوا إنهم لازم يرجعوا للذكريات القديمة. وده قادهم لإيه؟ قادتهم لصندوق قديم، صندوق كان مقفول ومحطوط على جنب يمكن ل20 سنة أو أكتر، صندوق الذكريات المؤلمة. بدأوا يدوروا فيه بين الأوراق والصور القديمة، ولحد ما لقوا ألبوم فيه صورة محددة جدا اتصورت صباح يوم الاختفاء، صورة للتوأم ال3، يوسف ورامي وكرم. وكانوا لابسين نفس الملابس اللي شافتها على الطفل نديم؟ تقريبا، السروال الأخضر المخطط، القميص. التشابه كان كبير حتى لو مش متطابق 100% بعد التدقيق. لكن الأهم ما كانش في لبس الأولاد في الصورة دي، الأهم كان في الخلفية. الخلفية. وهنا بقى الأمور بدأت تاخد منحنى تاني خالص، مش كده؟ بالظبط. في خلفية الصورة بعيد شوية لكن واضحة، ظهرت عربية، سيارة فيات 131 لونها خمري باهت. مجرد عربية في الشارع؟ ولا كانت عربية ليها معنى خاص؟ لا، ما كانتش مجرد عربية. سلمى أول ما شافتها عرفتها فوراً. دي كانت عربية شخص يعرفوه كويس جداً. مين؟ عربية معلم ولادها في المدرسة، أستاذ محبوب جداً منهم، اسمه عدنان الخطيب. معلم الولاد؟ طب إيه الغريب في وجود عربيته في خلفية الصورة؟ الغريب والمقلق جداً إن عدنان الخطيب ده كان المفروض والمؤكد بالنسبة لهم وقتها إنه انتقل من الكرك وساب المنطقة كلها قبل أسبوع كامل من يوم اختفاء الأولاد. هنا التناقض بقى. تماماً. وكمان ابنها يوسف بالذات كان معروف عنه إنه بيحب العربية دي جداً، كان مولع بيها ودايماً يتكلم عنها. فالسؤال اللي فرض نفسه بقوة، إزاي العربية عدنان الخطيب تكون موجودة في المكان ده في صباح يوم اختفاء الأولاد
وهو أصلاً المفروض إنه مشي قبلها بأسبوع. سؤال منطقي ومقلق جدا، وده بقى يعني التناقض المحوري اللي قلب الشكوك لحاجة أكبر بكتير. وجود العربية دي في الصباح ده بالذات مش مجرد صدفة عابرة. واللي أكد الموضوع أكتر إنهم لقوا الظرف الأصلي اللي كانت فيه الصورة وعليه تاريخ التحميض. التاريخ أثبت بشكل قاطع إن الصورة دي اتصورت فعلاً صباح يوم الاختفاء. خلاص كده ما بقاش الموضوع مجرد شكوك أو هلوسة حزينة، لا ده بقى دليل مادي ملموس، دليل بيربط بشكل مباشر بين معلم الأولاد عدنان وبين لحظة اختفائهم. ده بيثير تساؤلات خطيرة جدا عن دوره في اللي حصل. وبدأت سلمى تحاول تتبع الخيط ده. فكرت مين ممكن يعرف أخبار عدنان الخطيب دلوقتي؟ افتكرت صديقة قديمة ليها، معلمة متقاعدة زيها اسمها هدى. اتصلت بيها. وكانت النتيجة كانت مفاجأة تانية ومفاجأة كبيرة. هدى قالت لسلمى إن عدنان الخطيب عمره ما انتقل من الكرك ولا ساب التدريس بالمعنى المفهوم. أمال إيه اللي حصل؟ لا، هو ساب المدرسة صحيح، لكنه أسس مشروع خاص بيه قريب من الكرك، مشروع اسمه مزرعة عدنان الخطيب للأطفال والأمل. مزرعة للأطفال والأمل؟ الاسم لوحده يثير الريبة في السياق ده. أكيد. المعلومة دي غيرت مسار البحث تماماً. بدل ما بيدوروا على راجل اختفى أثره من سنين، بقى البحث عن راجل موجود وقريب وبيدير مكان ليه علاقة بالأطفال. الخطوة الطبيعية كانت إنهم يروحوا المزرعة دي. بالظبط. سلمى وفهد راحوا للمزرعة، وهناك قصتهم خدت بعد جديد ومقلق أكتر. قابلوا مين هناك؟ قابلوا شاب يافع بيشتغل في المزرعة. لما سألوه عن اسمه قال لهم اسمه كرم المجالي. كرم المجالي؟ نفس اسم واحد من ولادها المفقودين. بالظبط. صدفة؟ يمكن، لكن سلمى قلبها ما كانش مرتاح. الشاب ده قال إنه بيشتغل في المزرعة من وهو عنده 6 سنين تقريباً، وإن اللي جابه هنا هو عدنان الخطيب نفسه. و6 سنين ده نفس عمر أولادها تقريباً لما اختفوا. أيوة. وسلمى لاحظت كمان أو حست بوجود شبه مقلق بين الشاب ده كرم وبين صور ولادها الصغيرين، حاجة في ملامحه، في طريقة كلامه. وهنا الأمور بدأت تتكشف أكتر، مش كده؟ أعتقد كان في مفاجآت تانية في المزرعة. طبعاً. المفاجأة الأكبر كانت لما عرفوا بالصدفة من الشاب كرم ده إن ليه أخين كمان عايشين معاه في المزرعة تحت رعاية عدنان. أخين؟ أيوة. ولما سألوا عن اسم واحد منهم كانت الصدمة الثالثة. واحد من إخواته دول اسمه رامي المجالي. رامي؟ كرم ورامي المجالي، نفس أسماء 2 من التوائم المفقودين. كده الموضوع تخطى مرحلة الصدفة بكتير. أكيد. وشافوا كمان حاجة تانية لفتت نظرهم جدا. شافوا رسمة بسيطة يمكن معلقة على الحيطة، كرم هو اللي رسمها. الرسمة دي كانت بتصور إيه؟ العربية الفيات القديمة بتاعت عدنان؟ بالظبط، نفس العربية اللي في الصورة القديمة، سيارة الفيات 131 بلونها الخمري الباهت. يا الله، يعني دلوقتي عندنا 3 عناصر قوية جدا، شابين في المزرعة كرم ورامي بنفس أسماء 2 من التوائم المفقودين، أعمارهم تتطابق تقريبا مع أعمار التوائم لو كانوا كبروا. ال2 مرتبطين بعدنان الخطيب اللي ظهرت عربيته في صورة يوم الاختفاء، وكمان رسمة للعربية نفسها. الصورة بدأت تتضح بشكل مرعب. ما كانش فاضل غير المواجهة المباشرة مع عدنان الخطيب نفسه. عرفوا إنه هيحضر مهرجان زراعي قريب من المنطقة، فقرروا يروحوا هناك ويواجهوه. خطوة جريئة ومحفوفة بالمخاطر. راحوا المهرجان وفعلا لقوا عدنان هناك. سلمى قربت منه ومعاها الصورة القديمة، ورتها له وسألته عن العربية وعن وجوده في المكان ده يوم اختفاء ولادها. ورد فعله كان إيه؟ ارتباك شديد. بدأ يتلعثم ويحاول يراوغ. قال إنه مش فاكر، وإنه يوم قديم قوي، وإن العربية دي باعها من زمان. كان واضح إنه متوتر وبيحاول يتهرب من الإجابة. لغة الجسد هنا بتكون مهمة جدا. الارتباك، التهرب البصري، محاولة تغيير الموضوع، كلها علامات بتشير إنه بيخفي حاجة. والأكتر من كده، وسلمى واقفة بتتكلم معاه، سمعته ودنها وهو بيكلم حد في التليفون بصوت واطي بيقول له: رامي، لازم تمشي فوراً من هنا حالاً. رامي، ده دليل إضافي قوي جدا. محاولته لإبعاد رامي بسرعة في اللحظة اللي تواجه فيها بالصورة وبالسؤال دي تعتبر شبه اعتراف غير مباشر. الخوف والذنب كانوا واضحين عليه أكيد. وبعد لحظات قليلة شافوا عدنان وهو ماشي بسرعة
ومعاه شاب تاني بيحاول يخبيه وسط الزحمة. الشاب ده كان شبه كرم اللي شافوه في المزرعة بشكل مذهل، عرفوا إنه أكيد رامي. يبقى كده شافوا كرم ورامي بنفسهم وعرفوا إنهم تحت سيطرة عدنان. بالظبط. لكن لسه فاضل الأخ التالت، يوسف. رجعوا تاني ناحية المزرعة يمكن يلاقوا أي معلومة، وهناك قابلوا عامل كبير في السن بيشتغل فيها من زمان. اتكلموا معاه بحذر. والعامل ده قال لهم إيه؟ العامل ده يمكن بحسن نية أو بسذاجة أكد لهم معلومتين في منتهى الخطورة. أولاً أكد إن كرم ورامي دول توأم فعلاً، وتانياً قال لهم إن ليهم أخ تالت، الأخ الثالث يوسف، وسعاد غبريال. يعني محاولة لطمس هويته الأصلية تماماً. كده الصورة اكتملت تقريباً. 3 شباب أعمارهم متطابقة مع التوائم المفقودين. الشكل فيه شبه كبير، 2 منهم بيحملوا نفس أسماء 2 من المفقودين، كرم ورامي. ال3 مرتبطين بشكل مباشر بعدنان الخطيب، الراجل اللي عربيته ظهرت في الصورة يوم الاختفاء، واللي كان المفروض إنه مش موجود أصلاً. خلاص، لم يعد هناك أي مجال للشك. دي كانت نقطة التحول الحاسمة اللي أكدت لسلمى وفهد إنهم لا أولادهم، وإن عدنان الخطيب هو اللي ورا اختفائهم طول السنين دي. الخطوة التالية كانت واضحة ومفروغ منها. سلمى مسكت التليفون فوراً واتصلت بالشرطة. طلبت تتكلم مع محقق كان مسؤول عن القضية زمان، اسمه فراس الصالح. حكت له كل القصة، من أول صورة الطفل نديم لحد كلام العامل عن الأخ الثالث. والمحقق فراس الصالح إيه كان رد فعله؟ واضح إنه أخذ الموضوع بجدية تامة. الشرطة اتحركت بسرعة جداً. قوة من الشرطة راحت على المزرعة فوراً. ولحقوا عدنان قبل ما يهرب؟ أيوة، وصلوا في الوقت المناسب بالظبط. اعترضوا طريق عدنان وهو بيحاول يغادر المزرعة بسرعة ومعاه الشابين كرم ورامي. وهنا حصلت المواجهة الأخيرة. سلمى كانت موجودة مع الشرطة، ومرة تانية واجهت عدنان بالصورة القديمة، صورة التوائم الصغيرين. لكن المرة دي المواجهة كانت قدام الشرطة وقدام كرم ورامي نفسهم. وده كان له تأثير مختلف أكيد. تأثير حاسم. لما كرم ورامي شافوا الصورة، والأول مرة يمكن يشوفوها بالوضوح ده، مع وجود سلمى اللي بتأكد إن دول ولادها، ومع ضغط الموقف والشرطة، حصل شيء مهم. اتعرفوا على نفسهم في الصورة؟ بالظبط. الشابين كرم ورامي بصوا للصورة وبصوا لبعض، وبشكل تلقائي أشاروا لنفسهم في الصورة وهم أطفال. كانت لحظة قوية جدا. ده كان الدليل القاطع اللي كسر كل دفاعات عدنان. وهنا انهار واعترف بكل حاجة؟ تماماً. وقدام الأدلة دي كلها، وقدام تعرف الشابين على نفسهم، عدنان الخطيب انهار واعترف. بس اعترافه ما كانش بالصيغة المتوقعة. يعني إيه؟ هو مصمم إنه ما خطفهمش، هو قال إنه أنقذهم. أنقذهم من إيه؟ دي بقى القصة الملتوية اللي زرعها في عقول الأطفال دول على مدى 30 سنة. هو أقنعهم وهم صغيرين، وكمل معاهم الكذبة دي وهم بيكبروا، إن أهلهم الحقيقيين سلمى وفهد دول مجرمين خطرين، وإنهم محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة ومستحيل يخرجوا. يا لطيف. غسيل مخ كامل. بالظبط. وعلشان يكمل الحبكة زور لهم حويات جديدة بأسماء مختلفة، واخترع لهم قصص وحكايات عن ماضيهم المفترض علشان يمحوا أي ذاكرة ليهم عن أهلهم الحقيقيين، ويبقوا تحت سيطرته الكاملة نفسياً وعاطفياً. شيء شيطاني بصراحة. طب إيه الدافع؟ ليه معلم زي ده يعمل جريمة بشعة ومعقدة بالشكل ده؟ إيه اللي يخليه يخطف 3 أطفال ويعيشهم في كذبة عمرها 30 سنة؟ التحقيقات بعد كده كشفت عن الدافع المأساوي ورا كل ده. عدنان الخطيب نفسه كان مر بتجربة فقدان فظيعة قبل سنين من حادثة الاختطاف. فقدان إيه؟ هو فقد زوجته و2 من أولاده، كانوا توأم برضه، فحريق مروع التهم بيتهم. المأساة دي دمرته نفسياً. يعني هو كان بيحاول يعوض خسارته الشخصية؟ يبدو كده. المحللين النفسيين قالوا إنه غالباً في محاولة يائسة ومريضة للتعامل مع حزنه وصدمته، شاف أولاد سلمى وفهد التوائم دول تعويض عن أولاده اللي فقدهم، حس تجاههم برابط معين، فقرر ياخدهم ويعيشوهم كأنهم أولاده بس بطريقته الملتوية. دافع مأساوي، لكنه لا يبرر الجريمة البشعة دي أبداً. طب هل التحقيقات كشفت عن أي نوع من الإساءة للأولاد خلال فترة احتجازهم الطويلة دي؟ للأسف
طبعا الإساءة النفسية المتمثلة في الكذب وغسيل المخ ده كانت فظيعة، لكن التحقيقات أشارت كمان لوجود إساءات جسدية وتلميحات لأنواع تانية من الإساءات اللي يمكن من الصعب إثباتها بعد كل الوقت ده، لكنها تركت أثرها على الشباب الثلاثة. رحلة معاناة طويلة انتهت أخيراً. النهاية أو يمكن بداية فصل جديد كانت في مديرية الأمن. بعد القبض على عدنان وبعد التأكد من هوية الشباب الثلاثة تم ترتيب لقاء لم الشمل. اللحظة اللي انتظرتها سلمى وفهد 30 سنة. بالظبط، مشهد مؤثر جدا أكيد. سلمى وفهد بيشوفوا ولادهم يوسف ورامي وكرم لأول مرة كشباب كبار قدامهم بعد 30 سنة من البحث والألم والأمل اللي كان بيروح ويجي. لحظة إنسانية بكل معنى الكلمة، قفلت صفحة طويلة ومؤلمة جدا من الانتظار والمعاناة. قصة فعلا فيها دروس كتير جدا. أولها وأهمها يمكن هو قوة الرابط الأمومي، الإحساس اللي عند الأم اللي ممكن يفضل حي وقوي وما يتأثرش بمرور الزمن، واللي خلاها تلاحظ تفصيلة زي الملابس بعد 30 سنة. صحيح. والدرس التاني هو أهمية التفاصيل الصغيرة، صورة قديمة، عربية في خلفية، اسم طفل. إزاي الحاجات اللي ممكن نعتبرها تافهة أو منسية دي ممكن تكون هي المفتاح لكشف أكبر الحقائق وأكثرها تعقيداً. نقطة مهمة جدا. وكمان القصة دي بتورينا قد إيه النفس البشرية معقدة. دافع عدنان الناتج عن الفقدان والحزن والصدمة غير المعالجة بيورينا إزاي الألم ممكن يدفع الإنسان لأفعال تبدو غير مبررة ومؤذية للآخرين بشكل لا يوصف. ودلوقتي العيلة دي قدامها رحلة طويلة وصعبة. رحلة إيه بالظبط؟ الحقيقي رحلة التعافي من الصدمة سواء للأهل أو للأبناء، رحلة إعادة بناء الثقة والعلاقات اللي دمرها الخداع والكذب لسنين طويلة. دي رحلة مش هتكون سهلة أبداً وبتحتاج دعم وصبر كبير. وده بيوصلنا للسؤال الأخير، السؤال اللي يمكن نسيبه مفتوح للتفكير. بعد لم الشمل زي ده، بعد 30 سنة من الانفصال، من غسيل المخ، من الحياة المبنية على كذبة ضخمة، كيف يمكن إعادة بناء الثقة؟ كيف يمكن لهؤلاء الشباب إنهم يعيدوا بناء هويتهم الحقيقية اللي انتزعت منهم؟ سؤال صعب ومعقد فعلاً. إيه هي التحديات النفسية والاجتماعية اللي بتواجه عيلة زي دي وعيد تجميعها بعد صدمة بحجم الكارثة دي؟ إزاي الماضي المزور بيتشابك مع الحجر الحقيقي؟ أسئلة كتير بتفضل مفتوحة وتستحق مننا كلنا وقفة تأمل.